أن أصل العلم وأصل الفلسفة هو الشرق الأدنى بالذات. تخيلوا عندنا اللي ذكرناهم مصر درجة أولى، ثم بلاد ما بين النهرين ميزوبوتاميا بدرجة ثانية. مين منهم؟ منهم عميد وأكبر مؤرخين العلم الأمريكان المعاصرين بل في العالم، جورج سارتون، كتب مجلدات واسعة جدا في تاريخ العلم. قال وعلى فكرة يحمد لهذا الرجل المنصف أنه تحدث عن المعجزة العربية، العربيك ميراكل. قال في معجزة اسمها المعجزة العربية. والعجيب أن سارتون قال، شوف الإنصاف، وهذه اقتباسات مهمة جدا لكم احفظوها وناقشوا بها. سارتون قال إيه؟ إن الذين يتحدثون ولا يزالون عن المعجزة الإغريقية كل ما يفعلونه أنهم يبرهنون عن جهلهم بما يتحدثون عنه. ما في معجزة. معجزة إيش؟ ما في معجزة. هذا رزق لهم العلم والفلسفة وتاريخها، ولا معجزة ولا حاجة. أشياء غيرهم أسسهم أخذوها ومشوا عليها، وين معجزة قال لهم. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام كانوا جهلة هم بالآلاف يعتقدون هذا، ممن عاصروه وممن حتى إيه لحقوا به. قالوا معجزة إحنا التاريخ يبدأ معنا، تاريخ العقل يبدأ معنا. قال لهم أنتم مش فاهمين حاجة. هذا الرجل نفسه عارف إيه؟ تحدث عن المعجزة العربية، قال معجزة. عجيب، ما كنتش يفهم كيف استطاع العرب هذولا الجنس الصحراوي الأعرابي الغلبان الكحيان ولا عنده حاجة هذا يعمل أعظم حضارة من نوعها فعلا في قرنين من الزمان، سماها المعجزة العربية. كيف المعجزة؟ وأنا بقول السر قلنا قبل هيك في هذا الدين العظيم، وبغير مستحيل لما جربوا قبل هيك وجربوا ولا عملوا حاجة. هذا الدين أنشأ سارتون. هذا لما يقول عندنا إبراهيم كلام فارغ ولا بيسوى حتى بصله بس لما يقول جورج سارتون مؤرخ العلم الأكبر القرن العشرين مش لها اعتبار ولها كل اعتبار، سميها المعجزة العربية، يعني الإسلامية طبعا، المعجزة الإسلامية. أي واحد. اثنين، جورج سارتون قال ما يسمى في العادة بالمعجزة الإغريقية يجريك ميراكل هذه لها أب وأم. قال أنا طفل شرعي، قال لأب وأم لزواج من أب وأم، أما الأب فهو التراث المصري الفرعوني. قال فراعنة، قال أساتذة العالم قالوا علموا الناس العلم الرياضيات المساحة الهندسة. نحن عظماء كأمة عربية مسلمة واحدة، ونحن كذلك وبنغصب عنا شئنا أبينا ونحن كذلك أصلا، وشاركنا وعملنا. مصر على كل حال من قبل ذلك كانت عظيمة، من قبل الإسلام حضارة فظيعة وقديمة وهذا سارتون بيتحدث الآن، مش سارتون عاد. كل من تحدث بعد ذلك أنصف مصر في مئات بل آلاف الصفحات بفضل الله. سأذكر لكم بعض المراجع أنصفوا طبعا، تراث رهيب يا أخي، علم وفلسفة. أفلاطون عنده محاورة شهيرة اسمها تيماوس، روحوا قروها. يقول أفلاطون، بلاتو هذا أستاذ أرسطو تلميذ سقراط، بالحرف الواحد يقول، وهذا جرى يعني مجرى المثل عند الأغارقة في عهد أفلاطون نفسه، فيلسوف العظيم سمستك فيلسوفر، يعني فيلسوف مذهبي كامل. أفلاطون قال الحكماء والعلماء بالنسبة إلى علماء حكماء مصر كالأطفال. قال هذول الأساتذة، قال هم هذول الأساتذة الماسترز، إحنا أطفال. فيثاغورس، فيثاغورس هذا زار مصر وتعلم في مصر، ما كان فيها بضع سنين. فيثاغورس هذا ما كانش معروف زمان، عرف وثبت. أفلاطون زار مصر وتعلم في مصر، ما كان فيها فترة نسبيا طويلة. تخيلوا إيه. ففي محاضرة تيماوس مذكور هذا، في محاضرة تيماوس ديوجين اللايرتي، أعتقد هذا 322 يعني قبل أرسطو ب3 سنين أو بسنتين مات، قبل الميلاد مات. في نظري هذا يعني من الوثائق قديمة جدا في قبل أفلاطون في تيماوس. لكن هذا كمان من أقدم الوثائق التي تدل على ما نحن بصدده. نفس الشيء، اعترف بتراث المصريين وبتراث ما بين النهرين، وقال لك هذول هم الأساتين، هذول علمونا. مذكور هذا، وهذا الرجل معاصر لأرسطو 320 قبل الميلاد تماما، في وقت أرسطو والإسكندر الأكبر. قديم جدا هذا. أفلاطون أخذ منه بحوالي 30 سنة، أقل 48. لما 348 توفي قبل الميلاد. أفلاطون بلاتو. طيب لدينا أيضا أيها الإخوة ويل ديورانت، كلكم تعرفوه، هذا مشهور جدا جدا، صاحب قصة الحضارة، صح؟ 44 جزء 44 22 مجلد ضخم، 25 مجلد المطولات كلها 25 مجلد. ويل ديورانت بيتكلم بحماس مشبوب عن فضل مصر وبلاد ما بين النهرين، عن الغرب وحضارة الغرب، وبيتكلم في كلام. روحوا قروه، الكتاب موجود، وحتى موجود على الانترنت بشكل كتاب الكتروني، يمكن البحث فيه في لحظة كله.
ل 44 جزء من اروع ما يكون موجود. خش على الوراق تقريبا متاح غالي، تنزله الكترونيا يصير عندك، واكتب حتنزله. كتاب عظيم انصح بقراءته لكل انسان بحب التاريخ والفكر وتاريخ الافكار. انصف المصريين وبلاد ما بين النهرين انصافا ما بعده انصاف. تكلم عن ايديهم البيضاء. في عندنا كمان ايه؟ برنال الابن، الجنيور الابن عنده كتاب لحد الان لم يترجم بالكامل اللغه العربيه، يعني عندي منه 4 مجلدات اسمه بلاك اثن، اثن السوداء، ترجمه احمد عثمان وكذا. كتاب عظيم جدا، كل مجلد حوالي 700 صفحه، اسمه بلاك اثن. يعني كيف؟ شو اثن السوداء يعني؟ بده لك طلعت اثن هذه اللي هي مهد العلم والفلسفه، طلعت مش بيضة وغربيه، طلعت شرقيه، اصول فكرها وادبها وكذا وشعرها وفلسفتها كلها عند الشرقيين، عند الفراعنه، عند المصريين، عند ايه؟ بلاد ما بين النهرين. وهيك مجلدات ضخمه جدا، الوف الصفحات. كتاب من الصعب ان تقراه كله حقيقه، اكثر من متخصص. ابوه كان مؤرخ عظيم جدا، هو مؤرخ اكبر من ابيه لسه. هذا عمل شوك رهيب هنا في الفكر الغربي، بهدلهم صفحات قويه. قالوا وين انتم؟ وين؟ يعني تقريبا نحن شبه سراق، شبه سراق. جاك جودي اعتقد حي اليوم، اخر كتاب الفه عندي الحمد لله وقراته، اسمه التاريخ، سرقه التاريخ. ثيفت اوف هيستوري، سرقه التاريخ. تخيل كتاب كامل حوالي برضه 370 صفحه، مش في الفلسفه والعلم، قال لك حتى في النظم وليبراليه وحريه وديمقراطيه والمجتمع كذا، كل هذا والحب والعذري والرومانسيه، كل هذا تراث العالم الشرقي، سرقناه منهم وعاملين حالنا احنا ايش؟ ان احنا ما شاء الله الاوائل في كل شيء. قال لا اوائل ولا ما يحزنون. وكان قبله بحوالي 10 سنين مؤلف كتاب ضخم جدا برضه عندي، لم اقراه كله، اسمه الشرق في الغرب. اسمه هيك، حوالي 500 صفحه، الشرق في الغرب، اصولنا الشرقيه. قال كتب كثيره. الفيلسوف اللبناني مهدي فضل الله، إذا كان عايش الله يمد في عمره، إذا ميت الله يرحمه، فيلسوف وعالم منطق جيد، عنده كتاب زمان 200 صفحة جيد، اسمه إيه؟ بدايات التفلسف، ظهرت في الشرق. كتاب عن المسألة هذه، بثبت لك إياها، ما في. هذا مهد الفلسفة هنا، مش عندهم، مش هم. فمش حطول في النقطة هذه، بس عشان أعطيتكم فكرة عنها أنا، تعرفوا إنه إيه هذا الموضوع مش قضية إيه يعني دوغما وخلاص عقيدة وما فيش عليها تنازل. لا 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 لا، مش صحيح. يمكن أن أتناقش طويل مع الغربيين في صحة هذه الدوغما تبعتهم هذه، لا مش أنتم، إحنا إن إسلام رهيب عشان نستعيد الثقة بأنفسنا إيه كأعراق وأجناس ريسز يعني. لأن هم حاولوا يفهمونا في القرن التاسع عشر بالذات مع إرنست رينان وجوبينو إن إحنا كأجناس شرقية كأعراق يعني لا بأس بنا، نتباد يعني، ولكن ما عندناش القدرة على التفكير الإبداعي مثل ما أوتوهم. أنتم قالوا لا ما تقدروش أبدا، ما تقدروش أنتم، خلاص تقدروا تهضموا تتمثلوا أشياء من إيه غيركم زينا، أبدع أنتم، الإبداع هذا أنتم ما تستطيعوش، غير صحيح. هنقول إحنا طلعنا إيه أساتذتكم، إحنا طلعنا علمناكم رسالة الألف باء معناها، إحنا أصل الإبداع، الروتس، جذور الإبداع الحقيقي عنا، الروتس، إحنا الروتس، إحنا مش أنتم. هيخجلوا، هيتراجعوا، ما يحبوش كلام هذا هم، بس هذا هو. ومش جودي بس، وديورانت وسارتون وجون جيمس كمان. جون جيمس عنده كتاب اسمه التراث المسروق، التراث المسروق، الأصول الشرقية للفلسفة اليونانية، ترجمه الدكتور شوقي جلال في مصر، اسمه التراث المسروق. هذا سرقة التاريخ، جاك جودي. كتب كثيرة في هذا الباب، أنا عندي مجموعة منها، مجموعة بحب وبستلذ قراءتها عشان في الحقيقة وين حجمنا احنا، وين مكاننا في الإعراب الفلسفي والعلمي. احنا مؤسسين شرقيون، نحن نحن الشرقيين مؤسسون يا حبيبي، ومعناها يمكن ان نسترد بعون الله تعالى المبادرة او المواصلة حتى، ونحاول وننتج فلسفات وعلوم ومناهج حقيقية ويكون لنا ايادي بيضاء، مش بخلص نضلنا مستهلكين لان ما عندناش ثقة بانفسنا. لا لا لا، ينبغي ان نستعيد هذا.